اهلا بحضرتك يا واهلا. نورنا على الهواء يا دكتور النهارده، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. النهارده يا دكتور بنتكلم بقى عن الزوج او الزوجه اللي في حكايه العند والعصبيه، سواء الاثنين او لو كان في طرف منهم عنيد او عصبي. ازاي نقدر نتعامل مع الطرف العصبي بين الازواج؟ اولا عايزين نقول ان العصبيه تنقسم لشقين. هل هو عصبي بطبعه يعني شخصيه عصبيه وهل الكلام ده كان موجود قبل الزواج او في فتره الزواج، اللي هو بيتعصب في الفتره الحاليه مثلا ممكن نتيجه ضغوط او مشكلات بيمر فيها. فهنا الموضوع مختلف. لو هو بيمر ببعض المشكلات في الوقت الحالي فاحنا يجب ان احنا اولا نحل هذه المشكله، نحاول ان احنا نطمنه من ناحيتنا، نحاول ان احنا يعني نحكي من ناحيه الثقه والامان سواء من شريك الحياه وشريك الحياه. الزوجه نفسها ممكن تطيب خاطر زوجها وتطمنه وتحسسه بالامان وان القصه تتحل وانه مع السنين في البيت اصبح بس اكثر عصبيه ولكن ده مش طبيعته، تبدا تتكلم معاه في هذه المشكله. اما لو هو شخصيه اصلا هي عصبيه طوال الوقت والعصبيه دي تطورت الى اكبر، يعني مثلا ابتدى يمد ايده، ابتدى يكسر حاجه، وده بيحصل كتير في بعض الاشخاص العصبيين. فهنا المفروض ان المواقف اخرى من ان هي تقول له لو استمرت على هذا الامر انا هاخد تدخل الاهل، او ان انا مش هقدر ان انا اواصل معاك العيشه بهذه الامر. ممكن طبعا تنتقل ولا حاجه. طب وهل يا دكتور شخص بالعصبيه والعند ده، هل لو هي بدات تهدده وتقول له مثلا انا هحاول ادخل حد من الاهل او حد اتدخل بيننا، هل هو يتقبل حاجه زي كده وهو بالشخصيه دي؟ انا ممكن يتقبل ويرفض الناس اللي هم اللي عندهم ثقل بالنسبه له في العيله. يعني هو النهارده لما بيكون الموضوع بينه وبين زوجته يعمل اللي هو عايزه، بيزعق بيتعصب ان مفيش حد هيقول له حاجه، وان هو يمكن زي ما بيقولوا كده هو في حيل زوجته يقدر ان هي حد ضعيف وان هو يقدر عليها. انما لما يكون خصوصا لو الزوجه مثلا ما بتحكيش او ما بتشتكيش لاهلها طبعا، او بتشتكي على سبيل تقول لهم ما تتدخلوش او تدخلوش والدتها وخلاص، والدتها مش بتعمل حاجه مجرد بتسمعها وتقول لها معلش اهدي والكلام ده. انما لما يحس ان في حد طرف من العيله هيكون قوي وهيبقى الموضوع ده موجود قدامه، هنا ممكن ان هو طبعا يبدا يتراجع. انا بناخد خطوات، انا ما اقدرش ان انا انتقل للخطوه الاخيره قبل ما امر على مواضيع الخطوات. فانا بالتالي بقول الاول هدخل طرف معين، ممكن الاول ابدي تذمري ابدي مشكلتي، ثم بعد كده بدخل طرف، ثم بعد كده باخد خطوه. طب فهل لو الاثنين الازواج فيهم نفس المشكله، فيهم العصبيه، يعني اول ما بيحصل مشكله تلاقي الدنيا كده ولعت نار؟ والله بص، انا عملت حاجه بالنسبه للناس اللي بيقول لي، يعني اللي هم الحالات اللي عندي في الاستشارات، عملت لهم اتفاق كويس قوي وانا بنصح فيه بقى كل الناس اللي هم المسلمين. طالما ان الزوجين عصبيين وبيخشوا خلافات كل شويه، انا عملت لهم حاجه بتبقى في الاخر اللعبه وبتبقى طريقه. انا سمعت رايك المره اللي فاتت وخدنا بيه، يبقى انت الدور عليك تسمع راي ايجابي. يعني كل مره يتبادل الادوار ان حد فيهم يوافق على راي الثاني حتى لو مش متفق معاه. ليه؟ على اعتبار ان احنا واقفين في حته كل شويه مشكله. طب خلاص بقى كل واحد النهارده هياخد دور الاخر. انت النهارده انا سمعت كلامك في المشكله دي، يبقى المشكله اللي جايه تسمع كلامي ونبدلها كده مع بعض. وساعات بتبقى لعبه وساعات بتبقى حاجه مضحكه ومسليه بين بعض، تاخد شويه عصبيه. كمان عايز اقول اكيد طبعا الموضوع ده محتاج تدريب، وان هم الاثنين يبقوا متفاهمين. لو هم الاثنين فهموا ان هم الاثنين عندهم صفه العصبيه، فبالتالي هيقدروا يتفاهموا ان هم لازم يعملوا كده عشان يقدروا يتفاهموا مع بعض. طبعا، بس احنا عايزين نقول على حاجه برضه، ما هو العصبيه دي برضه بتبقى كبت وبتبقى عدم تنفيذ الضغوط. فبالتالي احنا برضه محتاجين الازواج العصبيين من ان لاخر لازم كل مثلا اسبوع يروحوا خروجه مع بعض، ينفذوا عن نفسهم، ممارسه الرياضه، ما يبقاش يعني عندنا وقت الاجازات مش طول الوقت عمل. لو لقينا نفسنا ان احنا طول الوقت بنتخانق مع بعض ممكن ناخد اجازات زوجيه لفتره. يعني مش لازم حتى الاجازه مش لازم ان انا كل واحد فينا يروح بيت اخر، انما ممكن نقعد يومين ثلاثه كده في البيت كلامنا محدود شويه. ممكن الزوجه لو ينفع تروح عند والدتها مثلا يومين ثلاثه او اصحاب خروجه بتاع، خدنا اجازه زوجيه نرجع نستأنف حياتنا مع بعض حتى بيبقى فيها يعني حب واستياء، وعملت ايه وانا مش موجود وانت عملت كذا وانا رحت في المكان الفلاني، يبقى حتى في حوارات نقول. طب احنا كده اتكلمنا عن العصبيه، لو اتكلمنا عن العند بقى، يعني في طرف من الطرفين يبقى مثلا عارف ان راي الثاني صح بس عنده حكايه العند،
ما هو العند برضه من ضمن اسبابه او من ضمن مشكلاته هي حته عدم التواصل ما بين الازواج، او ان هم كده كده في خلافات بينهم وبين بعض. ما انا هعمل بين انا حد بحبه وحد بقدره وحد ما فيش بينه وبينه مشكله. هو العند ده يجي من الحته دي، فاحنا بنتكلم على المشكله اللي هي بتاعت العند. لا ده انا عايز اللي قبلها، انت ايه اللي وصلته للعند؟ هل في خلافات؟ يبقى نسيبها. هل الطرف احنا في طرف من الاطراف متمسك بحاجه معينه وبالتالي الطرف الاخر يبطل يعملها، فهنا بيقدر يقضي على العند. او انا كمان لو انا ممكن انا اكون اللي انا عملت تصرفات اللي اسمه هو كانت معايا، تبدا ان انا ابطل هذه التصرفات وما اعملهاش. فعشان كده بنقول ان العند هو وريث مشكلات قبل موضوع العند ده. طيب احنا دايما يعني معظم الستات بتقول كده ان الرجاله مش مستمعين جيدين، ما بيحبوش ان هم يسمعوا. يعني يبقى في مشكله الست بتحب تتكلم وتحكي او تناقش المشكله نفسها، الزوج ما بيحبش ان هو يناقش المشكله. يعني الست هي بتبقى عايزه فضفضه بقى وكلام وتحكي، فيقول لها انت اصلك فاضيه وانت هتجيبي المواضيع من اولها. الزوج اللي بالشكل ده ازاي الزوجه تعوده ان هو يقدر يتفاهم او يتكلم معاها؟ من خلال الجو اللي هي بتقدر تهيئه له في الاسره او في الخروج او في حاجه. يعني انا لما اجي وقت هو راجع في الشغل او وقت هو مش عايز يستمع فيه او مهتم باهتمام اخر، اتفرج على مباراه كره قدم، عنده مشكله في شغله بيتكلم عن، ما اجيش ان انا امتى جو حلو، اكله حلوه كده مع بعض، خروجه جميله، نشرب عصير واحنا قاعدين في البيت. الحاجات دي ما بنلاقيهاش في البيوت كتير. لما تقعد يعملوا كده مثلا ذوق كده ويقعدوا يشربوا عصير، يكون الدنيا هاديه، احنا قاعدين لوحدنا خارجين في الطريق مثلا قاعدين مثلا نروح نشرب حاجه، ناكل حاجه بسيطه ونبدا نتكلم مع بعض. عشان كده تهيئه الجو المناسب هو برضه يعني فرصه او يعطي فرصه للاستماع بالنسبه للزوج. يعني مش معقول الزوج عامل الكلام ده وهو انسان سعيد بيحبها، في الاخر نقول ايه؟ لا مش هيسمعها ولا ما تتكلمش. طب لو احد الطرفين، حد من الزوج او الزوجه عنده مشكله ان هو بيتعامل مع الولاد بعصبيه او بعنف، والطرف الثاني مش راضي عن الموضوع ده، برضه يتعامل معاه ازاي؟ لو طرف يتعامل مع خصوصا الزوج لو بيتعامل مع ولاده بعنف وبيجي دايما يقول هو الولاد لازم يتعاملوا بشده كده علشان يبقى تربيتهم مظبوطه. يعني نقدر نقول ان احنا ممكن نتكلم مع حد من الحاجات اللي هو الاختصاصي بقى اللي يقدر يقول له، او مثلا زي برنامج زي احنا واحنا بنتكلم مع بعض حاجات تعرضها له بالادله، ويقول له ان القضيه دي او العنف مع الاولاد تبقى الى